الست اللي في الصورة قدامك دي اسمها ماري، بتشتغل سكرتيرة في إحدى الشركات الكبرى. في يوم 14 أكتوبر سنة 1965 اختفت للأبد بدون أي أثر. في اليوم ده كانت عازماها صديقتها جورجيا على العشاء، وبعد ما خلصوا السهرة المفروض إنها خرجت تروح بيتها. تاني يوم جه بلاغ للشرطة من أهل ماري بيقولوا إن هي مختفية من امبارح، وبيتصلوا على صديقتها جورجيا لكنها مش بترد على التليفون نهائي، والمفروض إن دي آخر واحدة كانت بتزورها ماري قبل اختفائها. الشرطة اتحركت فورا على بيت جورجيا، ولما سألوها عن ماري قالت دي فعلا كانت عندي امبارح لكنها نزلت تروح ومعرفش أي حاجة عنها أبدا. ولما الشرطة نزلت من البيت اكتشفوا إن عربية ماري مركونة جنب بيت صديقتها، ومعنى كده إن هي مازالت قريبة من المكان ده. الشرطة كسرت إزاز العربية علشان تفتشها، وساعتها لقيوا بعض الملابس متطبقة ومحطوطة على الكرسي. لاحظوا إن في بقع دم كتير على كل حتة في العربية من الداخل، لكن للأسف ما قدروش يوجهوا التهمة بشكل مباشر لجورجيا، باعتبار إن جثة ماري مش موجودة، وكمان مفيش دليل قاطع إنها قتلتها أصلا، أو حتى أداة جريمة عليها بصمات والحاجات دي. الشرطة بدأت في البحث عن ماري في أماكن مختلفة، وبعدها بيومين عثروا على بطاقة أو كارت مكتوب عليه اسمها، اللي هو يعني بتستخدمه في محطة البنزين. وقتها الشرطة اعتقدت إن ماري ما زالت على قيد الحياة وبتتنقل من مكان للتاني، أو يمكن حد بيستخدم أوراقها الشخصية في بعض الخدمات. وبعد 3 أسابيع اتصل شخص مجهول الهوية باسم الشرطة وقال إنه شاف واحدة بنفس مواصفات ماري اللي نشروا صورتها، وقالوا مطلوب البحث عنها. وقال إنها كانت مصابة بجرح كبير في دماغها، وكان معاها 2 من الرجال واضح عليهم إنهم أغنياء جدا. وفضل الكلام يكتر في قضية ماري، والشرطة مش قادرة توصل لأدلة، ومش قادرة تحدد إذا كانت عايشة ولا توفت. وفي النهاية اختفائها بقى لغز غامض عند الجميع، وتقريبا اتقفلت القضية على كده. قول لنا رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك علشان اقدر اكمل معاك الفترة الجاية. شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك. سلام.